طبعًا أنا لو حلفت لكم إن النية كانت شيء والنتيجة كانت شيء تاني عمركم ما هتصدقوني، ولو برضه حلفت لكم إن الجمال اللي قدامكم دوّة صينية بطاطس ما لهاش حل برضه مش هتصدقوني، معمولة بطريقة بسيطة وحلوة جدًا، وكانت النتيجة بجد يا جماعة مذهلة، على قد ما زعلت جدًا في الفيديو ده وما كنتش عايزة أنزّله، بس قُلت عشان لو حد حصل معاه اللي حصل معايا دوّة يتصرّف نفس التصرُّف ويجرّب نفس التجربة ومش هيندم أبدًا، لإن بجد النتيجة كانت حلوة أوي. يالّا نسمّي الله ونصلّي على رسول الله. ندخل نشوف كنا بنعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كنت باحضّر عشا لولادي وأنا عندي بنتي الصغيرة مدمنة بطاطس، طلبت منّي البطاطس بطريقة معيّنة، كان عندي 4 حبّايات كده من البطاطس قطّعتهم كده مكعبات كبيرة بالشكل ده، طبعًا قشّرتها وغسلتها وقطّعتها مكعبات كبيرة بالشكل ده، نزلت بالبطاطس كده في حلة وغطيتها بمَيّة مغلية علشان ما تاخدش معايا وقت في السِوَى، ونزلت عليها كده برشة من الملح ومعلقة من الخل الأبيض، رفعتها على النار 10 دقايق وكانت استوت وزي الفل. صفيتها كويس جدًا من المَيّة، وبدأت أحط عليها التوابل، توابل البطاطس دي جميلة جدًا يا جماعة، من كنور أو من ماجي حلو أوي، نزلت كمان عليها بربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبس كده، التوابل دي في حتة تانية خالص. طعمها بيغنيكِ عن حاجات كتيرة أوي بتحطيها وما بتديكيش نفس النتيجة، نزلت كمان بكيس من النشا، وكيس النشا ده كان حوالي 3 معالق كبار مليانين، وكمان حوالي نُص كوباية كده من الجبنة الرومي المبشورة، وبدأت أخلط كده كل المكونات مع بعض بالشكل ده. هاخلط كده واعجنهم كويس جدًا. عملت الطريقة دي وكنت باعمل الطريقة ديّة من فترة طويلة، يعني باعملها على طول بس ما كنتش باحط فيها جبنة، فمش عارفة الجبنة هي سبب اللي حصل لي والّا إيه سبب اللي حصل لي. عجنت كلّه كده كويس جدًا مع بعض لغاية البطاطس ما بقت كده طرية ومش بتلزق خالص معايا شبه العجينة. هابدأ بقى أشكّلها كُرات بالشكل ده، باشكّل كده كل الكمية زي الكورة كده بالشكل ده. مش قادرة أوصف لكم ريحتها حلوة قد إيه، بجد يا جماعة وبسيطة جدًا وما خدتش مننا وقت خالص، بس أي نعم أنا زعلت جدًا في الفيديو ده وما كنتش هانزّله، بس والله نزّلته بغرض إن لو حصل مع حد كده يجرّب الطريقة وما يزعلش خالص وما فيش أي حاجة بتترمي. كوّرت كده وشكّلت كل البطاطس في زيت غزير، بدأت أنزل كده بنُص كمية البطاطس بالشكل ده. وهاعيدها لكم تاني، أنا باعملها كده على طول بس ما باحطلهاش الجبنة المبشورة، مش عارفة الجبنة هي سبب اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي والّا كان إيه السبب. بدأت كده أحط نُص كمية البطاطس عشان تاخد لون دهبي فاتح، وبدأت أحرّك كده بيها الطاسة بالشكل ده، وبعد كده بدأت ألاقيها بتفُك معايا وما كانتش خدت اللون اللي أنا عايزاه، وحسيت إن أنا لو حرّكتها هتتفك معايا وهتتفرفت في الزيت، طلّعتها وصفيتها كويس جدًا وحطيتها في صينية. وطبعًا كنت في الوقت دوّة زعلانة جدًا لإن تعتبر الوصفة اللي أنا باعملها باظت. جِبت بقى البطاطس وجِبت كمان نُص كمية البطاطس اللي أنا ما كنتش لسه حطيته في الزيت، وجِبت صينية زي من صواني البيتزا كده وبدأت أهرسهم كده بضهر المعلقة. هرستها كويس كده بالشكل دوّة وفردتها في الصينية، من غير ما أدهن الصينية زيت ولا أي حاجة. طبعًا حضراتكم شُفتوا شكل الكرات وأنا مطلّعاها، الكورة مش متساوية خالص كورة البطاطس وكان شكلها مش حلو، يعني مستحيل تتقدّم بالشكل ده، وكانت كمان شاربة زيت. المهم إن أنا دخّلتها الفرن بعد ما فردتها كده، دخّلتها الفرن وما ضفتش عليها أي إضافات، شغّلت لها بس الفرن وبعد كده شغّلت لها الشواية لغاية ما خدت اللون الدهبي الخطير ده. مش قادرة أوصف لكم ريحتها في الفرن كانت عاملة إزاي، ومش قادرة برضه أوصف لكم الطعم كان عامل إزاي. مقرمشة كده ونفس الصوت اللي حضراتكم سمعتوه في الأول، وطعمها جميل وكريسبي من جوّه وكريسبي من تحت ومن فوق، وكمان فيها حتت طرية كده ومش قادرة أوصف لكم الطعم عامل إزاي، حلوة وجميلة جدًا، تتاكل بقى كده أو تتاكل بالعيش يا جماعة مش محتاجة أي إضافات، حلوة أوي. لو البطاطس عملت معاكِ نفس العملة دي جربيها وكمّلي الوصفة بالطريقة اللي أنا عملتها بيها دي، بجد يا جماعة تحفة. وعجبت الولاد جدًا يمكن أكتر من الطريقة الأولانية كمان، إحنا بنتصرّف وما فيش حاجة بتترمي أبدًا، والنية كانت شيء وبجد طلعت أحلى كمان من الطريقة الأصلية، يعني الحمد لله الأعمال بالنيات. أتمنى يكون الوصفة النهارده عجبتكم والفيديو استفدتوا منه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.